السلام عليكم المتابعين ديالنا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بسم الله ما شاء الله، تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله، وتكونوا على خير وبخير وعواشر مبروكه بالصحه والسلامه، وباش تمنيتوا ان شاء الله نتوما ووليداتكم والعائلات ديالكم، واللي عنده شي وليدات الله ينجحهم يخليهم لكم ويسخر لكم فيهم، واللي عنده ميمات الله يخليهم لكم ويطول. ما تديش عليا راني بديت كنتلف الهضره. المهم كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بسم الله ما شاء الله، تكونوا على خير وبخير. كما كتشوفوا من بعد غياب طويل الصراحه انا جات معكم ان شاء الله، بغيت نشارك معكم السلو ديالي غادي ندير. المهم كل واحد شنو كيقول له سلو، شي يقول السفوف، كل واحد شنو كيقول. المهم عندي هنايا كيلو ديال اللوز راني سلقته فسختو، عندي هنايا كيلو ديال الكاوكاو بلا قشره حتى هو سلقته وغسلته مزيان من داك الزفره ودرتو نشف. عندي هنايا كيلو ديال كاوكاو بالقشره، وعندي نص كيلو ديال اللوز راني غادي نديرو بالقشره ديالو. المهم راني درتو في الفران كيتحمر، وان شاء الله بحول الله. والجلجلان عندي كيلو ونص، ديال الجلجلان راني كنحمرو، درتو هنايا في الكوكوط كيتحمر كما كتشوفوا. المهم درتو هنايا في الكوكوط. انا الصراحه الجلجلان والطحين كنحمرهم في الكوكوط. خلاص اللوز اللي دابا المهم بعد ما حمرت الجلجلان صافي ساليته، دابا ان شاء الله ندوز باش نحمر الطحين. صافي حتى هو درتو بنفس الطريقه في الكوكوط. الصراحه بغيت نشارك معكم السلو ديالي، وصافي راني ديجا شاركته معكم في القناه. ايوا هادشي علاش ان شاء الله دابا غادي نستمر هكا حتى فاش يشد اللون، وغادي نرجع معكم ان شاء الله. دابا المهم هذا هو الطحين ديالي من بعد ما تحمر. كندير شويه ديال الزيت هنا في الطبسيل وكنقلبو. المهم هكا ملي كيعطيني هذا اللون هذا صافي بارك عليه. دابا هذا هو اللون اللي باغيه انا. صافي دابا ان شاء الله غادي نستمر حتى نسالي ونرجع معكم. دابا المهم بعد ما حمرته في الفران هاد الكاوكاو الاحمر ان شاء الله بحول الله، دابا غادي نحيد له هاد القشره، ماشي يعني كله، المهم نحيد الاغلبيه وصافي. كتحكوا هكا بين يديكم صافي راه كتحيد قشرته كيما هكا. وغادي ديك الساعات نمسحوا من هاد القشره ونحنوا ان شاء الله. غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نحمر هذا الكاوكاو هذا، وغادي نحمرو خلاص في الزيت هو واللوز، ونرجع معكم ان شاء الله. دابا المهم من بعد صافي ساليت الطحين ديالي، غادي درت هنايا الزيت ودرت اللوز ودرت فيه شويه السكر سنيده باش يجيني مقرمل، وغادي نديرو في الزيت بارد. نخوير غير شويه صافي. درت هذا الكيلو في خطره واحده. دابا ان شاء الله غادي نخليه حتى يتحمر، ما نخليش يحمر بزاف، غير شويه كي يجي طالع بديك التدهيبه ديالو صافي غادي نحيد صافي. دابا ان شاء الله فاش حيدت اللوز غادي ندير كاوكاو عاوتاني. حيدت الزيت حطيته في الارض باش ما كتبقاش داك الحراره فيه، باش ما بغيتو انا يجيني مقرمل. صافي غادي نديرو كامل حيت راني دايره الزيت فربي. دابا هاد الزيت هذا فاش غادي نسالي هاد الكاوكاو نحمرو، غادي نحمر فيه الطحين، غادي ندير داك التعليكه باش كتجيني السلو ديالي يجيني معلك ان شاء الله. فاش غادي نحمرو غادي نرجع نوريكم اللون ديالو كيفاش جاني. دابا ان شاء الله غادي نخلي هاد الكاوكاو حتى يتحمر مزيان، يتحمر اللوز ديالي. هذا هو التحمار ديالو، كنخليهش حتى يولي محروق صافي. المهم كما كتشوفوا دابا من بعد ما ساليت التعليكه ديالي ديال الطحين، دوزت ان شاء الله باش غادي نطحن جميع المكونات. دابا هذا اللوز غادي نطحنو، هذا غير نهرمشو ما غاديش نطحنو مزيان. هذا عاوتاني الكاوكاو الاحمر حتى هو المهم غير هرمشتو ما طحنتوش مزيان. ودابا ان شاء الله بحول الله حتى نسالي وغادي نرجع معاكم. المهم بعد ما سالينا هذا هو الطحين ديالنا من بعد ما حمرت الطحين. المهم هذا عندي هنايا انواع ديال النافع، عندي هذا النافع البلدي وحبه حلاوه، والنافع البستاني، وعندي هذاك البسباس.
المهم 3 ديال الانواع ديال النافع وحبه حلاوه. هذه المسكه، هذه اللوزه، عندي هذا اللوز هنا، سكر كلاصي، هذا كاوكاو اللي بالقشره طحنتو هنايا غير المهم غير غير اش كنقولوا له، المهم ماشي مطحون بزاف مهرمش. هذا عاوتاني كاوكاو اللي بلا قشره اللي قليته في الزيت مور اللوز. هذا الجلجلان عندي هنايا طحنته شويه حتى هو مهرمش. هذا خليته على نص قدا، هذا ما غاديش نطحنو. وهذه خلاص بطبيعه الحال القرفه. دابا غادي نبقى ندير هنايا نخلط كلشي، غادي نخلط نديرو هاد المسكه راني طحنتها مع السكر. هاد اللوزه حتى هي هنايا، هذا اللوز انا المهم درت كيلو ونص ديال اللوز. هذا الجلجلان تقريبا درنا 2 كيلو ديال الجلجلان. هذا مازال هكا قلت لكم ما طحنتوش والنص طحنتو. وهذا هو السر ديال سلوان. هاد التعليكه هذه ديال اللوز وكاوكاو البلدي وكاوكاو الاخر والجلجلان، هذا كطحنوه حتى كيتعلك. هذا طحنته برا في الزنقه. دابا غادي ندير السكر. هذا المهم عندي هنا نص كيلو ديال السكر. وغادي نخلط هذا الشيء بعدا سنهيت المهم يندمجوا المقادير هنايا. وعاد ان شاء الله باش غادي نضيف داك التعليكه ديال الطحين والزيت. الا كفاتني تبارك الله، ما كفاتنيش غنزيد الزيت. نخلط بعدا غير هذا الشيء. المهم دابا نخلط هذا الشيء ونرجع معكم. المهم هذا هو الزيت اللي درتو مع الدقيق. هذا الدقيق ديال الزرع ديال القمح، هذا ماشي الخبز. دابا ان شاء الله غادي نخلطو ونرجع ان شاء الله معكم. ايوا المهم هذا هو السلو ديالنا من بعد ما عطيتو دلكه تسخرت. ما نقول لكمش تبارك الله. زدت له شويه ديال الزيت من بعد داك الزيت هذاك، زدت له الزيت هذا. المهم هكا كيجي. هو فاش كيبات لغدا كيصبح عاد كيزيد يطلق الزيت ديالو. انا ما بغيتش ندير له بزاف. المهم ها هو جا معلك، ها معلك وعامر تبارك الله بالقوام كما شفتوا. ودابا ان شاء الله بحول الله غادي نديرو في السطيل ديالو ونرجع نوريكم ان شاء الله. المهم هذا هو السلو ديالي جا على هذا الشكل تبارك الله ما شاء الله. الريحه ديالو عاطيه داكشي ما نقول لكمش. وهنا غادي نكون وصلنا لنهايه الفيديو. المهم هذا هو السلو ديالي شاركته معكم. ودابا ان شاء الله غادي ندوز باش غادي نرطب هذا السكر هذا ان شاء الله باش غدا غادي ندير العسل. عندي هنايا يطرو ديال الماء سخون. هادي راه عندي مغسوله، حيت هادي واخا كدير فيها الماء سخون ما كتوقع لا والو. المهم ما كنديرش انايا هاد ليطرو ما كنديروش عامر بزاف، حيت مازال غادي نزيد كاس ديال الزهر فيها باش يذوب لي السكر. نزيدو مزيان صافي. ودابا غادي نخليها. والمهم هنايا غادي نوصل لنهايه الفيديو، وغدا ان شاء الله نكمل معكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. دابا هنايا وصلت لنهايه الفيديو، غادي نسد الفيديو. يلا بالسلامه عليكم، تهلاو لي فراسكم.
الفيديو اخر ان شاء الله. يلا السلام عليكم.